في كل مكان. ليلة صافية رائعة، جو كورة جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة. ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. وركلة البداية. بواتينغ يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة، يلعب كرة على اليسار. مولر محاولة من جهة اليسار، يحتسب الحكم ركلة حرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. لمسة بينية، فرصة هجوم معاكس. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. طارق حامد، كرة طولية إلى الأمام، وصلت إليه، يلعب كرة بينية. الآن إمكانية المرتدة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طولية من الحارس. أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. بافار يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، فاتت ومرت، وصلت إليه. يحاول مولر، الله على الكرة. هدف بافاري، هدف لبايرن بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. بايرن ميونخ يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. وهذه رمية جانبية. يحاول فك والتسديد، الكرة داخل الشباك. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب.
يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. أظهروا أنهم قادرين على الرد سريعا بعد التأخر. توقيت الهدف مهم جدا قبل أن تتأزم الأمور. يمر يلعب كرة بينية، لا يمكن إهدارها، فرصة للتسديد. مولر، توماس مولر. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. الحارس يتصدى من جديد، يتألق من جديد، حارس حديد في حديد. كرة من جهة اليمين، يسيطر على الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يقطع الكرة. مولر، كرة إلى الأمام، اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. الآن فرصتهم للمرتدة. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم، تسلل موجود. الكرة ملعوبة من مسافة، تمريرة قوية أكثر من اللازم، يحاول فك شفرة الدفاع. تسديدة، يا له من تصدي من حارس المرمى، يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يستعيدها طارق حامد، إمكانية مرتدة الآن. طارق حامد يلعب كرة بينية، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. لمسة بينية، كيميتش. بافار يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. مولر، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كيميتش. مولر، مولر يلعب كرة الجانب الأيمن. طارق حامد، ضغط قوي وينجح في استعادتها. ينطلق إلى الأمام بسرعة، ينطلق بنجاح، يلعب كرة طولية. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول.
شكلت البداية لمواصلة هذه المباراة. هجمة مرتدة الآن. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كيميتش يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يحاول أن يلعب كرة بينية. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الحكم عنده رؤية ممتازة، بطاقة صفراء بسبب التمثيل. ليس عليه إلا يلوم نفسه على هذه البطاقة المجانية. كيميتش على تنفيذ الخطأ. كرة تمر بسلام على المدافعين. مولر. كيميتش. مولر بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يمر ويلعب كرة بينية. يحاول تمرير، يسد الكرة، تضرب في القائم وترتد. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كيميتش لمسة على اليسار، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع إجراء تغيير. عنده مساحة خالية على الطرف إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. مولر، كرة ليفاندوفسكي. الله على هذا التألق لحارس رائع، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يلعبها طويلة، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. كرة طويلة للأمام، الدفاع كبير، يلعب كرة بينية. قطع مسافة كبيرة بالكرة. الكرة داخل منطقة الجزاء. طارق حامد يحصل عليها. كيميتش مرت ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، أوصلها إلى المرمى. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. يغير اتجاه اللعب على الجناح. لا، يحاول لعب الكرة بالرأس، لن تسبب أي إزعاج الحارس. بايرن ميونخ يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء، تغييرين دفعة واحدة.
بقوة بكل إصرار يواصل ليفاندوفسكي. الله على الكرة، هدف بافاري، هدف لبايرن. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعل بطريقة تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يلعبها لمنطقة الخطر، يستعيد الكرة مرة أخرى. كيميتش، مولر، غوريتسكا، لوكاس هرنانديز، غوريتسكا، عرضية داخل منطقة الجزاء. طارق حامد، يفقد توازنه. بواتينج يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. توماس مولر، لمسة بينية، الكرة ملعوبة إلى الأمام. لوكاس هرنانديز يحاول أن يلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمر يلعب كرة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. مولر، كيميتش، كينغزلي كومان، مولر يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. كرة طولية من الحارس. الوقت يمر بسرعة عليهم لعب الكرة إلى الأمام. مولر يبحث عن المهاجم، يتعثر ويفقد توازنه. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. كرة جميلة، غوريتسكا بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع. صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن